أمير قطر الشيخ تميم يهاجم رئيس الفيفا بسبب المنتخب الجزائري ويطلب إعادة المباراة مع الكاميرون. السلام عليكم مشاهدين الكرام. شاهد ماذا حدث، ولكن قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك لهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. صرح أمير دولة قطر الشيخ تميم وأدلى بتصريحات نقلها التلفزيون القطري لرئيس الفيفا إنفانتينو خلال تواجده في قطر من أجل إجراء قرعة كأس العالم. وقال له الشيخ تميم أمير دولة قطر لإنفانتينو: لقد شاهدت مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الكاميروني، وتعرضوا لظلم واضح أمام الجميع، فهل شاهدت هذه المباراة وما فعله الحكم في المنتخب الجزائري؟ فلا بد من إعادة هذه المباراة فورا، فمن المستحيل إقامة كأس العالم من غير تواجد المنتخب الجزائري المظلوم في هذه البطولة، فلا بد من إعادة هذه المباراة فورا، إعادة النظر فيها لكي يرجع الحق لأصحابه. وأعتقد أنك شاهدت الجزائر في كأس العرب، وشاهدت حضور الجماهير الجزائرية في مختلف المباريات، فنحن كعرب مع الجزائر من أجل إرجاع حقها. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.